ده انا، وده اكتر موب انا بحبه، ولكن ده من ابرد الموبات، واللي بيطلع يجري وما بيقفش. ثواني امسكه بس. طيب برضه احنا مفهمناش برضه ايه فكرة الفيديو يا انس. فكرة الفيديو ان انا لازم احافظ على الثعلب ده وما ينفعش اخليه يموت، ولو مات اخسر التحدي. طيب هو بس فكرة التحدي انت حافظ على الفوكس؟ لا، برضه كل شوية هيجيلي احكام ولازم انفذها، ولازم الثعلب ده معايا وما ينفعش اسيبه من ايدي. بس كده خلينا نبدأ. نسيت اقول لكم حاجة. طيب ازاي هجيب العقوبات؟ في معايا عجلة حظ، ولكن مينفعش اظهرها في الفيديو عشان هي على جهاز تاني فمش عارف اطلعها على الفيديو. ولكن كل اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ كل عقاب هيجيلي او كل حكم ايه هقوله لكم وهنعمله مع بعضينا. بس كده خلينا نبدأ. اوكي خلينا نمشي بقى. وبصراحة لما انا رسبنته وريت لكم انا برسبنه حرفيا مسكته بعد عذاب، فعايز احافظ عليه مش عارف امسكه تاني. فتمشي عدل بقى عشان ايه تاخدش على وشك. خلينا اول حاجة نروح نجمع خشب عشان كاننا داخلين ماينكرافت عادي جدا، بس الحاجه الوحيده المختلفه ان احنا نحافظ على الثعلب ده. طب مش هنبطل فرق، مش هنبطل حرق يا جماعه، ما بيقفش والله. يا رب خليني حباء. هاي فرخه. هو انا ضربته هو؟ انا ضربتوش هو الحمد لله. ضربت الفرخه والله يا جماعه، فكرت انا ضربته هو. لازم نبقى اقرب شجره بس علشان نشوف الحكم. بس خلينا يبقى معانا شجره بس نشوف الحكم. بس يبقى معانا ايه؟ الحبل اتفك. الحبل اتفك. فين الحبل؟ فك. خد بس والنبي تعالى تعالى. لا بس مش ورا، بهدوء عشان نعرف نمسكه بكل هدوء. تعالى يا ابن الحلال. يا جماعه مش كده، مش بيقف. راح فين؟ لا ده خد. ايه ده؟ يلا انزل. ثعلب بارد. اوكي خلينا نروح نجمل تجميع خشب ونمشي بشويش عشان هو ايه ما بيصدق. اول ما بمشي بسرعه الحبل بيتفك، فامشي بقى معايا كده بالذوق بالادب. والمشكله ان هو لو اتضرب مشكله مش مع الاكل اللي باكله، اللي هو التوت الاحمر ده اللي بيبقى في اساسا في مكان تاني، والمكان ده مش عارف اروح له دلوقتي عشان هو بعيد من عني. ولكن هحاول ان انا احافظ عليه ويخرج الدمج، فيعني حرفيا هحاول. يلا خليني اروح للشجره اللي انا كنت عندها. هو ضيعني عندها، انا رحت لها اصلا بالعافيه وانا مكنتش لاقي شجر اصلا في المكان اللي انا متربي فيه ده. وتقريبا الشجره اهي. تعالى معايا بقى وامشي عدل. يلا يا شباب، كان المفروض انا احاول ما اموتش. انا اموت مش هعرف اجيبه تاني. يلا ليتس جو. فكش الحبل اختفى من ايدي. يلا خليني اجمع شويه خشب. يا بابا اهدى يا بابا. بس بياكل حاجات من الارض ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. اي حاجه لا قدامه بياخدها، وياخد الخشب بتاعي عشان ده بياخد اي حاجه قدامه. نجمع شويه خشب برضو. هلبس على السريع عشان ايه ما تفكش مني، عشان لو تفك حرفيا انا مش عارف اجيبه، عشان ايه بجيبه بالعافيه والله. يلا خليني احلل الخشب. اعمل كرافتنج. هو ليه ما بيظهرليش ان انا اقدر اعمل كرافتنج والكلام ده؟ هو كده ظهر لي ولا ايه؟ يعني ليه ما بيظهرليش ان انا اقدر اعمل كرافتنج والكلام الجميل ده؟ والله يا جدعان ما عارف. المهم خلينا اخش. اني اعمل لي اكس وبس، مش محتاج صراحه حاجه تانية. اخد الكرافتنج والليل بدأ قليل، محتاجين خرفان عشان نعمل سرير عشان الحق انام. وكده كده برضو احنا محتاجين اكل. ناخد عصيان تفاحه. هات التفاحه يا ابن الذين. اخد التفاحه يا شباب، هات التفاحه. طيب هو ايه الحاجه اللي تحت دي؟ البلوك ماشي. لازم محتاجين نجيب شويه خرفان.
هتكون اتفك، اوعى تكون اتفكيت. هاي خروف يا عم، مش المفروض ده بيت الخرفان؟ هو ما بيقتلش الخرفان ليه؟ المفروض بيت خرفان وفراخ والكلام ده. اوكي، مرضتش اصور بصراحه باقي مراحل وانا بصحى، وقصدي وانا بجمع الصوف والكلام ده، بس عملت السرير وهو لسه عمال يلف ومش ناوي يتلم. كنت حاطط البتاع ديت، عملتها علشان كنت عايز اربطه فيها، علشان وانا نايم يعني كنت رابطه عشان وانا نايم بصراحه ما يجريش وما اعرفش كده. طبعا انا ما كنتش المفروض اعمل كده، بس عملت كده بصراحه عشان مش عارف انام، عشان كل كنت بنام كان بيفك مني، فمش عارف ليه، ما اعرفش ده جليتش ولا من غير قصد ولا ايه. بس بصراحه كنت كل ما بنام كل ما بيفك مني، فهو هيبقى معايا كده، مش هسيبه تاني ان شاء الله يعني. لو سيبته هيبقى وقت الضروره، وكمان انا ممكن اظبط وقت حاجه زي كده. يلا خليني بقى دلوقتي اجمع لي ستون. خلينا نطلع نشوف اول حكم عندنا ثانيه واحده. اوكي، اول حكم عندنا يا شباب، انزل للطبقه -64، يعني المفروض انزل لسالب 64، فخلينا نظبطها. مش عارف انزل ازاي مع هذا الكائن، بس حاول نظبطها. يلا خلينا ننزل. لا، احنا بقى جت الفكره، هنفتح له فتحه هنا. يا بابا اهدى يا جدعان، والله ما عنده صبر. طلع خد الحبل فين؟ تعال 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 يا ابن اللذينه. شويش يا لهوي عليه، والله يا شباب يا لهوي عليه، صعب. التحدي ده حرفيا من اصعب التحديات اللي عملتها. انا خلي بالي من حيوان زي ده، اخترت حيوان تاني لازم اختار يعني افضل حيوان اللي بحبه. انا افضل حيوان بحبه، بس حرفيا ده من اسرع الحيوانات وابرد الحيوانات، ما بيقعدش ساكت، كان عنده فرط حركه. اهدى طيب اهدى، تجيب له توت ده ولا اعمل له مشكله مع اي حاجه. يا ابن الناس اهدى. ايوه قعد. لا بس انا بطل تصوير يعني، عشان تيجي بتتكسف من الكاميرا يعني ولا مش فاهم حضرتك يعني. يلا بقى قدامي يا بابا كده على الحفره نروح لها، عشان مش فاهم هي راحت فين اصلا. هنحفر حفره جديده بقى خلاص. بص بقى هنعمل هنحفر له هو واحده وانا واحده. ايوه كده، هو واحده وانا واحده، لحد ما ننزله هو هنا بقى نحبسه هنا. انزل بقى انزل، خد تعالى. يا لهوي يا جدعان عليه، ايوه بس كده. خليك تحت بقى، مش تنزل، مش هتطلع يا بابا. يلا خليني يا جماعه انزل بقى وانزل للطبقه اللي هم قالوا لي انزل عليها. انا عايز احافظ عليه عشان ما يتزلش يتدمج. ثانيه، احفر له معايا. انزل كده يا جماعه، نزله انا طبقه وهو طبقه، عشان بصراحه مش عايز اسيبه فوق عشان ما يتدمش يعني، ينزل لي ينطط عليا من الحبل فهيتدمج. بصراحه مش هيتدمج، انا عايز احافظ عليه. احنا دلوقتي في الطبقه الكام؟ 69. عايزين نوصل للسالب. اهدى، مش عارف ازاي اوصل للطبقه ديت، بس انا هحاول. اللي هو شباب ده 67 66. اوعى يا عم، نزل معايا. يلا خش بقى كده. الحبل اتفك يا ابن اللذينه، فك الحبل. كمان في الزومبيات تحت، شكلنا قربنا على كيف ومش هصراحة ننزل على كيف. ما اتمناش صراحة ننزل على كيف، صراحة ما اتمناش. اوكي يلا لننزل تاني. نزل ابن الذين، ماشي عارف ينزل الحمد لله، ان هو ما نزلش اتدمش ولا مات. يلا خليك هنا اهدى. يلا بينا ننزل يا شباب. يلا انزل انت كمان معايا كده اهوت. يلا برافو عليك. يلا يا شباب نكمل نزول. دلوقتي في الطبقة الكام؟
78. احنا نزيد ولا بننقص؟ مش فاهم حاجة والله يا شباب، مش فاهم احنا بنزيد ولا بننقص ولا ايه اللي بيحصل. بس انا والله عايز انزل يعني للسالب، انا ازاي مش في السالب؟ انا مش فاهم يا ابني. اهدى يا عم يا جدعان، مش عارف اكسر البلوك، عمال ينزل يطلع ليه؟ عصب وتعصب، بيعصب يعني. حبل فك. اهدى 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 يا لهوي يا جدعان، والله محتاج هداية. ربنا محتاج ربنا يهديه. هي يا لهوي. لا الحمد لله الحمد لله. بسرعة على فوق بسرعة. تعالى يا ابن ما تبعد من عني. خد تعالى تعالى. محتاجين بيكاكس بسرعة، عايزين نفتح الفتحة هنا. هيجيلنا الزومبيات. بكسر بالعكس لدرجة انا بعمل ايه، وكمان كسرت البيكاكس في قتل الزومبيات. تعالى بسرعة تعالى يا ابن اللذينة. خش بقى اخش اقفل على طول. يا جدعان ضربته كذا ضربة بسبب تخلفه. بص يا شباب، انا عملت اهو بيكاكس، معايا شوية خشب. انا هكمل تحفير لتحت. ماشي، احنا هنكمل ايه؟ تحفير لتحت. تعالى بقى انزل. المشكلة مش معايا شموع، دي برضه من المشكلة من المشاكل. انزل. والله يا جدعان بيعصبني، اقسم بالله تعصيب. معلش يا ابن الحلال، عايزين ناكله عشان هو بصراحه انا ضربته كتير. فعايز اديله ايه، انا مع اني اصلا واكل لحمه نيه، انا عايز اديله بصراحه ايه. هو راح فين؟ يكون اتفك. انزل تعالى خد لحمه نيه. تعالى خد لحمه. خد 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 كل اللحمه. خد اللحمه دي كلها. مش عايز ياخد اللحمه. طب انزل بقى عشان يا ابن بيخليني اضربه. انا اديته اللحمه واداني الحبل اللي كان في بقه. ماشي، فانا اديته اللحمه الحمد لله هو كل كده، عشان انا بصراحه ضربته كتير يعني من غير قصد الصراحه، وخايف يموت. عشان لو مات كده التحدي هينتهي. المشكله مش معايا شموع، وعايز اخلص اول تحدي. فيا جماعه هنزل احفر وارجع لكم. طيب الحمد لله لقيت فحم ونورت بيه الحتت دي كلها، وكمان الفحم في فحم تاني بس بسرعه كسلت اخده. ماشي، والبتاع ده اتفك يعني البوط التاني. واكدت بصحتي يا جماعه تاني عمال اكل فيه. انا بصراحه دمجته وقع اتدمج وانا بحفر له، ومش راضي يصبر. كل ما بشغل الفيديو معرفش بيقعد يتحرك ليه. بس شباب بيقول لي حاجه. شباب بيقول لي في حد ما حطش لايك. شباب في حد فيكم ما حطش لايك؟ حطوا لايك شباب. انا ما حطش لايك انزل حط لايك. على فكره الثعلب قال لي نزلوني برضه اتفك. طب انا عايز اتفك اصلا، انت كده اصلا تحت معايا فاتفك. وكفايه حرك بقى عشان ايه؟ والله بص متعصبنيش. شباب صح اقترحوا الاسم اللي يقول له الساعه قدام. بصراحه مش عارف اسميه ايه، فانا بصراحه عايز افكر شويه اسامي كده. فبصراحه اقترحوا لي اسم ماشي ايه اساميه بيه. دلوقتي انا في طبق 31 بس عايز طبق سالب 64، يعني يعتبر هانت. بص يا عم الحاج انت برضه بيطلع معايا برضه، بس انا محفر له هنا. ايوه اهو الشكل عارف نفس الطبق. محطش شويه يعمل معايا اهو. يلا خليني اكمل نزول. اهو 49 46 نزل معايا برضه ابن اللذينه. يا جماعه والله بيخاطر بحياته، معرفش انا مش بحافظ على حياته ليه. ده بتحافظ على حياتك يا ابني. يلا خلينا نكمل نزول. دلوقتي طبق 45 44 43 42 نزله. ننور. وكان الشموع معايا اصلا ما عملتش كتير عشان ما كانش معايا اصلا فحم كتير، لقيته يعني حبه.
فتعمل 12 تقريبا او 13 حاجه زي كده، 14 تقريبا حاجه زي كده يعني، لو ما كانش كتير يعني. اتغبيت. احط له بلوكات، نكسر من عنده من فوق، والحبل اتفك اصلا عشان يبعد. ماشي، نكسر له. تحدي صعب يا جدعان معاه، عشان هو بصوا عنده فرط حركه، بيصبرش يا جدعان، بربع جنيه عنده الصبر، وعنده كميه فرط حركه. واي بلوكه بقى بياكلها، بياكل اي حاجه قدامه. دب بتاكل اي حاجه، ما بيهمكش بس غير انها تاكل، همه على بطنه. المشكله كمان ان انا مش لاقي حاجه استويها، بيها اكلي كمان. محتاج كمان اعمل فرن عشان استوي الاكل. خلصت الاكل معايا اهو، انا اساسا ايه يعتبر ما بيحصلش حاجه. هنا نخش كده شويه، عشان ممكن لما نخش كده يا عم هخش كده عشان انت مش عارف عايز مني ايه النهارده. عمال يعند فيا، وكل ما اروح في حته يجي. انا فكيته عادي، مش لازم بقى انا اربطه فيا، عشان ايه بصراحه لما بربطه فيا بيخش فيا. خش كده يا جدعان، يلا كده خم نزول. هخليه هو فوق، مش عايز انزله معايا الصراحه. انا شايف ان اخليه هو فوق ولا انزله معايا لكم. خلينا انزله معايا، وكمان البيكاكس قرب يفضى، شكله مش هيكمل معانا. تعالى انزل. نور عشان نبقى شايفين كل حاجه. طبعا كان دلوقتي هكمل بقى طبقات وارجع لكم. يا بولات صدموا لو عرفتوا انا لقيت ايه. انا طلعت تاني بس عشان ايه احط شويه ايرون برضو معايا، جمعت ايرون حلوين جدا. وبص كمان لقيت ايه فوقيه، وانا بقى حبيت الايرون دايموند، هطلع اجيبه برضو عشان كده يبقى ايه. انا بصراحه جمعت كميه ايرون حلوه جدا. لقيت كهوف، دخلت استكشفتها بالمره، قلت استكشفها ولقيت تحت اقسم ده حاجه وشفتها والله اتصدم. بس انا مش عايز اخشها دلوقتي عشان انا خاطر، انا مش معايا دروع ولا اي حاجه، وبصراحه مش عايز اخشها اصلا. بصراحه خايف اخشها عشان لو دخلتها انا ممكن ايه بلاش نخشها يعني. المهم دلوقتي عايز اعمل لي ايه، نجيب الكرافتين. بس بصراحه عايز اخد شويه خشبه، ناخد دي بسرعه على الاقل، حتى ايه اعمل اي حاجه والله. بسرعه نخش عليها. عايزين نعمل بس بيكاكس الدايموندات دي بقى اجيبها ازاي؟ بقى دي انا حته الدايموند ديت، والثعلب ده اقسم بالله تعبني، دي اكتر من حبايه. يا رب الثعلب ما ياخد واحده، يا رب الثعلب، مش الثعلب ده الفوكس ده والله. هي حضرتك لسه ما اخترتوش اسم، ولكن بفكر اسميه ثعلب حلو. يا لهوي على كميه الدايموند. على فكره انا مش اللي هو مش مصدوم بكميه الدايموند، عشان المكان اللي اصلا عنده انتوا تصدموا من عند ايه. ده المكان ده فيه حاجات احلى من الدايموند كمان. بصراحه مش عايز اخش، وكمان خايف اخش خاطر بده. فبص انا هحسب 5 دقايق على الوقت دلوقتي. ثانيه واحده هحسب 5 دقايق ماشي. بس اعمل حاجه بس قبل ما ابدا. ال5 دقايق احبسه هنا ماشي، احبسه ماشي يا شباب. عايز كده ايه احبسه. بعد كده دلوقتي خلينا ابدا ال5 دقايق. يلا 1 2 3 بدأنا ال5 دقايق. يلا خليني بسرعه انزل كده على السريع حرفيا. عايز اوريكم حاجه مهمه يا عايز احبس ده، عايز احبسه. نطلع هنا طيب، بس خليه هنا بقى. عايز اتجري على السريع يا جدعان قبل ال5 دقايق يخلصوا. عايز اوريكم اقسم بالله حاجه مهمه جدا. لا بصوا لقيت ايه. طبعا انتوا عرفتوا دي مدينه الانجنت سيتي، اكيد انتوا عرفتوا دي مدينه الانجنت سيتي. مش كمان شكلها كلها لحم زومبي جدعان. مدينه الانجنت سيتي يا لهوي والله جامد ده. بصوا بقى انا اللي عملت البلوكات ديت عشان ايه، كنت مفكر ان الثعلب هيجي معايا. شايفين المدينه الانجنت سيتي وجمالها. هات الشموع دي هنا، شايفين يا شباب. استنى بس عايز اعمل ستر وورلد ريسبون هنا كده، عشان ايه لو مت. ما شايفين يا شباب انشنت سيتي عامله ازاي؟ شايفين
والله يا جدعان اقسم بالله انا خايف خوف. بس هو مفيش بقى شات والكلام ده ولا ايه؟ سامعين في صوت؟ بقول لكم ايه، انا هطلع مش عايز اخاطر. طلعوني يا جماعه، في اصوات غريبه اقسم بالله. طلعوني من هنا بسرعه، مش عايز اخاطر يا جماعه، مش عايز اخاطر. دلوقتي انا في مشكله، انا عايز انزل في التلات دقايق دول بسرعه، احاول انزل فيهم تحت واكمل نزولي. فانا هكمل بقى ايه نزولي في التلات دقايق دول. تقريبا قربت اوصل. اي ثينك اني قربت اوصل. ايوه بدروك 61. حضرتك سالب 61 سالب 61 بسرعه. فاضل لنا، لا انا مت. بس الحمد لله خلاص هنا. بعد كده شباب وسين كده خلاص التحدي. يلا خليني اطلع بقى وارجع. اوف الشباب طلعنا بعجوبه. اوكي دلوقتي بقى ربطنا هذا الكائن، طلعنا بعجوبه حرفيا. دلوقتي خلينا نشوف تاني حد معانا على السريع كده. خلينا نشوفه تاني تحدي معانا قبل ابني الطبقه 200. قبل الطبقه 200 دلوقتي صعبه جدا ان قبل الطبقه 200 وهو معايا هذا الكائن. بس خلينا نجرب. ده تحدي تاني لينا ماشي. يلا هو هيطلع معايا ان شاء الله. دلوقتي احنا في طبقه 111 112. يلا خليني اطلع، هنوصل بسرعه يعني ان شاء الله. ايوه ايوه يا رب ما يقع، بس يا رب ما يقع، يا رب ما يقع. يلا يلا طبقة 140 اهي. حتى طبقة 140 طبقة 140. يلا بينا يلا بينا. الكويس والله احنا معانا بلوكات ايه كتيرة يعني. يلا كمل يا انس. نضيف طبقة 169 170. يا رب يا رب. 175 179 180 164 اهو 166. يلا هنجيبها ان شاء الله. هنجيب ايوه 196 200. جبنا ال 200. انزل انزل بلوكة. كام 201 يا شباب. احنا عند البلوكة 200 دلوقتي بقى. عايز احاول اطلعه معايا. اطلعه ازاي بقى؟ اطلعه ازاي الكائن الغريب ده؟ هل اطلع هنا؟ خد نط طيب، اعمل اي حاجة. يا حول الله يا رب عليك يا جدعان. دلوقتي مش عارف اطلعه ازاي اصلا. معايا واحد تاني. معايا كمان دايموند ممكن اعمل تاني. طلعه ازاي بقى ابن اللذينه ده معايا؟ طلعه ازاي ودي انس؟ طلعه ازاي؟ تعالى اطلع نط. ايوه وقعت. اطلع. لا ونبي رب الموت. لا وبكده للأسف نكون التحدي انتهى. ولكن انتهى بس بعد ايه؟ بس انا محترف. وانتهى بس مش عشان انوب، لا انتهى عشان جليتش. بس انا كنت جاي انط ولقيت نفسي وقعت. ده جليتش. ايوه انا مش وقعت عشان النوب، ده جليتش حرفيا وبس. واحب اقول لكم في النهايه ان انا محترف، وان لولا بس الجليتش ده انا كان زماني كسبت برضه. بس كده يا شباب يلا. عايزين تحديات من دي كتير اكتبوا تحت 3 بس كده يا شباب. يلا سلام.